السلام عليكم، تحية رمضانية ليكم وين ما كنتوا. صحيتوا يا الزينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير والناس عزاز عليكم كامل بخير وصحة وعافية يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا نصليو كامل على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا فيديو نتاعنا اليوم فيها وصفة بزاف بنينة، ما عليكم غير تجربوها. طاجين الجلبانة بكريات الدجاج مع صلصة بيضة خطيرة في البنة، ويلا نحضروها كيف كيف. أول حاجة نسميو بسم الله باش تجينا الماكلة تاعنا بنينة عسل. نحتاجو في الوصفة هذه لكمية من الدجاج حسب أفراد العائلة نتاعكم. بطبيعة الحال رحيتو في الروبو. باه يجيكم الدجاج تاعكم مزربع خلوه ديما شوية يكون جامد. نزيدو له كمية من البصل حوالي 2 ملاعق كبار. بالنسبة للتوابل نضيفو ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة توابل دجاج، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وأكيد بلا ما تنساو ملعقة صغيرة تاع الملح. نزيدو معاها 2 ملاعق كبار خبز مرحي يابس، راح يخلي الدجاج نتاعنا يكون طري، وكمية معتبرة من الدبشة أو المعدنوس، مع ملعقة صغيرة موطاد راح يمد واحد البنة بزاف بنين للدجاج نتاعكم. نعجنوا الدجاج تاعنا بهذه الطريقة باه المكونات كامل يدخلوا في بعض. ودركا نروحوا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة اللي نشكلوا فيها ليبول تاع الكفتة تاع الدجاج بهذه الطريقة. بطبيعة الحال هنا الدجاج تاعكم راكم عجنتوه مليح ومديتوا له وقت مليح انكم تعجنوه باه المكونات كامل يدخلوا في بعض. نعاون روحي بالماء، يعني نشمخ فقط اصابع اليد ونشكل اليبول تاوعي. الهدف من الماء انه يخلي اليبول كامل متحوفين والشكل تاعهم متناسق. نكمل كميه بهذه الطريقه. هنا تقدروا اليبول تاعكم تحشوهم بالفرماج ويجوا بزاف بنان. والطبق هذا بزاف بنين خاصه للمحبين الجلبانه، راح يجيهم بزاف بنين. والحاجه المليحه انه ثم راح تطيبوا ما يشدش كامل الوقت. نكمل اليبول كامل نشكلهم بهذه الطريقه ونديرهم في صحن ونغلفهم كيس بلاستيكي وندخلهم للثلاجه يرتاحوا مده معينه. دركا نروحوا نحضروا طاجين الجلبانه بصوص بيضه بزاف بنينه. نجيبوا طنجره تاعنا نحطوا فيها ملعقه مارغرين مع 2 ملاعق من الزيت، نحطوهم على نار تكون قليله. نضيفوا طرف تاع دجاج اي طرف كان عندكم، الهدف منه انه يطلق لنا فقط البنه، مع كميه معتبره من البصل حوالي حبه صغيره. نضيفوا التوابل اللي هي ملعقه صغيره زنجبيل، ملعقه صغيره فلفل اسود، مكعب مرق الدجاج، وملعقه صغيره ملح مع ورقه تاع رند. خليهم يتقلاو شويه هكا باه يتبلوا مليح. بعدها نضيف لهم كميه معتبره من الجلبانه، درت هنا حوالي 400 غرام. هذه هي الجلبانه اللي خدمت بها، اللي نشروها تاع الساشيات. ننصحكم ديما تشرو تاع اسبان، تجي طريه وفي نفس الوقت راح تطيب لكم بالخف. نخليوها ثاني تتقلى وتدي بنه التوابل وبنه الدجاج. نمرقوها بكميه معتبره من الماء، ما تكثروش الماء، يعني الماء بطبيعه الحال يكون سخون. نخلوها طيب، نغطيو عليها ونروحوا دوكا الليبول تاعنا نجيبوا مقلاة نحطوا ملعقه صغيره مارغرين و2 ملاعق ماكسيمو تاع الزيت. نقليو لي بول تاعنا هكا بايدو داك اللون الاحمر الله الله. بعدها نجيب لي بول تاوعي ونحطهم في الطنجره تاع الجلبانه والدجاج، نخليهم ثاني يتقلاو شويه هكا حيدو بنه المرق تاع الجلبانه. في الاخير نضيف لها علبه على كريم فريش ونخليها تتقلى مده دقيقتين ونطفي عليها النار. وهذا هو طبق الجلبانه. نقدمه بهذه الطريقه، يعني طبق وعليه الكلام مع رشه تاع دبشه او معدنوس وعصا تاع ليمون. واش نقول لكم، نتمنى انكم تجربوا الوصفه هذه، اكيد راح تعجبكم وتعجب العائله نتاعكم واولادكم. الحاجه المليحه في الطبق هذا انه طبق زاكي، راح تاكلي وتوكلي. واذا عدتي في عائله صغيره راح يقعدك 2 جور 3 جور كي والو، وهكا تتهني من دوزيام بلا. وانت يا الزينه نتمنى انك تجربي. يلا فرحيني بهذاك الجام والتعليق شباب كيما انتيا، وبارطاجي القناه مع الحباب والعزاز اللي عندكم. هكا راح تكبر لمتنا وعائلتنا. يلا نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم. يلا نتلاقاو في فيديو جديد، في امان الله، سلام.